خلي بالك يحصل معاك كده ماشي من شويه كده، ففي ناس اللي هي بتبيع بارفانات بتطلعها لك كده من الكيس وتقول لك بص البارفان ده ومش عارف ايه. فيا عيني واحد غلبان كده واقف معاه، وبعد كده سمعته بيساله سؤال بريء قوي، بيقول له از ات اوريجينال؟ وهنا بقى بدات اللعنه، وسمعت بقى ميكس لغات على حاجات بندخل فيها الاسلام وخلاص. قال له برو بان مسلمانم اي دونت لاي. كنت عايز ارجع له اقول له التركيبه كلها على بعض فيها حاجه غلط. المهم يا جماعه، في وجهه نظري وفي رايي اوعوا تقعوا في الفخ ده تماما على حد علمي، عشان ما اقطعش عيش حد، ان البارفانات دي ما بتكونش اصلي طبعا، وبتدخل معاه في صفقات كده. لو انت سلمت له نفسك تلاقي نفسك راجع بالكيس بتاع البارفانات كله اللي كان معاه. لما كنت في امريكا كمان في واحد صاحبي شغال في الحاجات دي، عرفت منه اصلا ان بيبقى في غرامه بالملايين لو اثبت ان هو بيبيع بارفانات باسم ماركه بس هي مش اصلي. وهنا على فكره لما بيكونوا هم ماشيين وبيكون في شرطه ولا حاجه بيطلعوا يجروا، فده يثبت لكم ايه؟ على فكره صادفت مره واحد برضو في باريس في فرنسا، تمام؟ قال لي ايه بقى؟ قال لي خد البارفانات دي واديني الفلوس بتاعه البنزين اللي ترجعني ايطاليا، وكان عايز يديني ساعه هديه معاها كمان والله العظيم، وكان قاعد في عربيته بشياكته بكل حاجه. المهم في نهايه الفيديو حابب اقول لكم ان انا اسف للانجليزي والتركي ان احنا اهناه شويه كده في بدايه الفيديو، واسف للناس اللي هي بتستخدم البارفانات الاصلي ان هي ممكن تقع في المصيده دي.